أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أن تكون العلاقة مع المغرب في أعلى مستوى لها بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية المغربية، أكد العاهل السعودي تضامن دول مجلس التعاون الخليجي ومساندتها لكل القضايا السياسية والأمنية التي تهم المغرب، وفي مقدمتها قضية الصحراء. أنا أؤكد باسمي باسم إخواني حرصنا الشديد على أن تكون علاقتنا مع بلدكم الشقيق على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها. فنحن جميعا نقدر بلادكم الشقيقة مواقفها المساعدة لقضايا دولنا، ونستذكر باعتزاز مشاركتها في حرب التحرير في الكويت ومبادرتها بالمشاركة في عاصمة الحزم والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدين تضامننا جميعا مساندتنا لكل القضايا السياسية والأمنية التي تهم بلدكم الشقيق في مقدمتها ضد الصحراء المغربية، ورفضنا التام لأي مساس في المصالح العليا للمغرب. من جهته أكد العاهل المغربي محمد السادس على متانة العلاقة المغربية الخليجية، مشددا على اعتزاز المغرب بمواقف شركائه الخليجيين الداعمة لمواقف بلاده. أصحاب الجلالة والسمو، إن الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف ومحاولات الطعن من الخلف. فماذا يريدون منا؟ إننا أمام مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي، فالأمر واضح ولا يحتاج إلى تحليل. إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها وعلى استمرار أنظمتها السياسية. وأقصد هنا دول الخليج العربي والمغرب والأردن التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها وعنصر استقرار في محيطها. إننا نواجه نفس الأخطار ونفس التهديدات على اختلاف مصادرها ومظاهرها، فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشترك، بل هو واحد لا يتجزأ. فالمغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن المغرب. من يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم. هذا وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن القمة الخليجية المغربية تنعقد في ظل ظروف حرجة تمر بها الأمتان العربية والإسلامية. وأكد أمير الكويت على أن القمة ستعطي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون أبعادا إضافية وستنقلها إلى آفاق جديدة. إن هذا اللقاء المبارك الذي يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية حرجة تمر بها أمتين العربية والإسلامية تتطلب تنسيقا مشتركا وتشاورا مستمرا وتعاونا كبيرا في قمة غير مسبوقة بيننا كقادة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، ستعطي الشراكة الاستراتيجية القائمة بيننا أبعادا إضافية لتعاوننا وستنقلها إلى آفاق جديدة تحقق آمال وتطلعات شعوبنا. هذا وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي ثنائي مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار إن الطرفين عازمان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. الوزير السعودي أكد في ختام القمة الخليجية المغربية على وحدة المصير بين البلدين وتطابق المصالح ووجهات النظر بينهما، مؤكدا أن القمة كانت فرصة لتعزيز هذا المسار. شكلت القمة أيضا مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. بحثت القمة الأوضاع في المنطقة، الأوضاع في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، إشعال الفتنة الطائفية، التطرف والإرهاب، وأكدوا على أهمية التحالف العسكري الإسلامي
بحثوا موضوع التصدي لشب الفتن الطائفية وللتدخلات في شؤون دول المنطقة، وكان هناك كالمعتاد تطابق كامل في رؤى دول المجلس ومملكة المغرب الشقيقة. أكد القمة على التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلادهم واحترامهم لسيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار ونزعة الانفصال والفرقة. كما جددوا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي موقفهم من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضيتهم. هذا وجدد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار التأكيد على المواقف التي أعلن عنها نظيره السعودي عادل الجبير في ختام القمة الخليجية المغربية. المسؤول المغربي قال إن القمة المنعقدة في الرياض ستبقى قمة تاريخية في الذاكرة، مشددا على أنها كانت قمة تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. هذه القمة ستعتبر قمة تاريخية في إطار العلاقات التي تجمع ما بين أشقائنا وإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. كانت قمة تأكيدية لأشياء ثابتة وراسخة. أولا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ما بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. كذلك وحدة المصير والتأكيد على وحدة المصير. ما يمس دول الخليج يمس المغرب، وما يمس المغرب يمس دول الخليج. وفي هذه الظرفية التي نعيشها أعتقد بأن هذا التأكيد هو رسالة قوية لمن يعتقد بأن بإمكانه أن يمس توابت هذه الدول. ومعنا في الاستوديو الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور رشيد يلوح. دكتور أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. ما الرسائل التي نستشفها من خلال بيان القمة الخليجية المغربية؟ شكرا. القمة الخليجية المغربية أولا أهم الرسائل الموجهة المبتعثة هي أولا أنها قمة تاريخية، فلأول مرة يتم تنظيم هذه القمة. نعم. ثانيا أنها قمة استراتيجية أعطت دفعة قوية للعلاقات المغربية الخليجية، إضافة لأنها أحدثت انتقالا نوعيا في العلاقة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي. نعم. إضافة إلى أنها أعطت رسالة أخرى وهي الصراحة في العلاقة بين الطرفين. صح. فهي قمة صريحة جدا وبشكل غير مسبوق، إضافة أيضا إلى أنها فتحت آفاق جديدة للعلاقة بين الطرفين. هناك أيضا أن أهم أبعاد أيضا القمة أنها أكدت على مسألة الشمولية، فهي شاملة في الملفات التي ناقشتها والتي طرحتها للنقاش والتي حسمت أيضا فيها. فإضافة لأنها طرحت الملفات الاقتصادية، الأمنية، العسكرية، السياسية، هي أيضا قمة تكاملية في الأدوار بين الطرفين، بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي. لكل طرف نقاط قوة يريد أن يضيفها للطرف الآخر، طبعا لتكامل الأدوار والمهام. طيب، ما المرحلة التي وصلت إليها العلاقات بين دول الخليج والمغرب برأيك؟ أعتقد أصدق توصيف هي أنها مرحلة استراتيجية جد متقدمة، وأنها مرحلة أصبح فيها تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية التي كانت فيما قبل في مستوى تعاون استراتيجي، في مستوى يعني علاقات استراتيجية. الآن أصبحت شراكة استراتيجية حقيقية، وأصبحت تأخذ بعد مستدام، بمعنى أن المغرب الآن أصبح جزءا من النظام الإقليمي الخليجي. نعم. وأصبح له دور أساسي في خريطة موازين القوى الإقليمية. وهنا أريد أن أسأل، في ظل انسداد آفاق الاتحاد المغاربي، هل بات العمق الخليجي هو البديل بالنسبة للمغرب؟
في الحقيقة هذه المقاربة يعني ليست واردة بهذا الشكل. فالمغرب يؤكد أيضا على الشراكة المغاربية، ويؤكد أيضا على دور اتحاد المغرب العربي. لكن المغرب هناك مشكل ملف الصحراء، ولأن المغرب يؤكد على حل هذا الملف ويؤكد على وحدته الترابية. وهو ما ورد أيضا في الآن في القمة الخليجية المغربية، بحيث أن المغرب أكد على مسألة أن ملف الصحراء من منظور الرؤية الاستراتيجية المغربية التي ترفض مشاريع التقسيم في العالم العربي كله. وهي مشاريع التقسيم كما نعرف جميعا هي أجندة تدخلت فيها قوى دولية وتحاول بعض القوى الإقليمية تنفيذها في المنطقة، وهي تستهدف الجميع. فلذلك الرؤية المغربية تلتقي مع رؤية مجلس التعاون الخليجي الرافضة لأي مشروع تقسيم وأي مشروع يعني وهنا دكتور رشيد، التضامن الخليجي في مسألة الصحراء كيف سينعكس على حل هذه الأزمة الطويلة؟ أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي يستطيع أن يقدم الكثير في هذا الملف للمغرب، سواء على مستوى المنتظم أو على المستوى الدولي أو على مستوى الهيئات الأممية. يستطيع أيضا أن يقدم في على مستوى الوساطات والمبادرات مع الأطراف المغاربية، أو مع الطرف خاصة الطرف الجزائري المتدخل في ملف الصحراء. هو أيضا يستطيع أن يبقى هذا الدعم السياسي، هذا مهم جدا. إضافة أيضا إلى الدعم طبعا الاقتصادي فيما يخص تنمية الأقاليم الصحراوية المغربية، وكذلك الدفع بالمشروع الجهوية الآن المطبق الآن في المغرب، والذي بدأ بإعلان العيون الذي أعلنه الملك محمد السادس قبل أسابيع. هذا الدعم الخليجي برأيك هل يمكن أن يلين من موقف جبهة البوليساريو ويدفعها بالقبول بالمقترح الذاتي الذي تدعو إليه المغرب؟ طبعا إذا كان هناك موقف خليجي نوعي في المرحلة القادمة، سواء من خلال مبادرة سياسية، سواء من خلال وساطة، سواء من خلال الضغط على القوى الدولية، نستطيع أن نرى تحولا في الموقف الطرف الآخر اللي هو طرف البوليساريو وأيضا طرف الجزائري. لأننا الآن الآن نشهد تحول كبير في أدوار مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية التي أصبحت عاصمة للقرار العربي، أصبحت قاطرة للملفات العربية، ومنها منذ تقريبا 2 3 سنوات أظهرت فيها المملكة يعني مستوى كبير من الحزم ومستوى كبير من الجدية. ونتوقع أنه إذا كان هناك مبادرة قوية من مجلس التعاون الخليجي، نتوقع أن نرى حلحلة لهذا الملف، طبعا بالتنسيق مع المغرب وفي إطار الرؤية الوحدوية اللي هي مطلوبة، واللي هي مطلوبة على مستوى العربي كله. واللي المغرب كما قلت يشترك فيها مع دول مجلس التعاون الخليجي. كسؤال أخير، ما الدور الخليجي المتوقع في مسألة تقريب وجهات النظر بين طبعا المغرب والقوى المؤثرة في ملف الصحراء؟ أعتقد أن المدخل الأساسي في هذا الدور هو أولا إزالة، أو هو أولا إبعاد فكرة تقسيم الدول، وفكرة دعم الحركات ودعم الأفكار الانفصالية ودعم أفكار المس بالوحدة الترابية وبسيادة الدول العربية. هذه فكرة مركزية الآن موجودة عند جميع الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي. أعتقد أن المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي هناك التقاء وهو تقاسم لهذه الرؤية، ويمكن أن تكون هي المنطلق. والمغرب لديه مقترح اللي هو مقترح الحكم الذاتي، واللي من خلاله يمكن أن يكون أرضية، ويمكن أن يكون الدافع
والحافز لأي تحرك لمجلس التعاون الخليجي، سواء كما قلت في إقناع الطرف الجزائري أو مثلا الطرف بوليزاريو، أو أيضا في الضغط على القوى الدولية المتدخلة في الملف. أشكرك دكتور رشيد يلوح، الباحث في مركز الإمارات للسياسات، كنت معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. شكرا.